الأخ حميد المهدوي الصحفي المغربي، ومع الأخ مصطفى بنيف الصحفي الجزائري. سأبدأ مع الأخ حميد المهدوي في الرباط أو الدار البيضاء. أخ حميد، مرحبا بك وأهلا وسهلا. مرحبا دكتور هاشمي، ومرحبا بضيفكم الكريم الأخ مصطفى، وعبره تحية لإخوتنا الجزائريين، الشعب الجزائري اللي هم أخوت المغاربة، وتحية للمشاهدين مشاهديكم الكرام عموما أينما تواجد. الأخ حميد، أنت في الرباط ولا في الدار البيضاء ولا وين اليوم؟ أنا في سلا، هي مدينة لصيقة مجاورة للرباط. مجاورة للرباط، أي مرحبا. سلا صحيح. أهلا نعم، وسهلا ومرحبا أهلا بك. بك. مرحبا. أخي الكريم، يعني لماذا فرنسا وألمانيا كان بيناتهم بالحرب العالمية الثانية والآن هما يعني عمودان للوحدة الاتحاد الأوروبي؟ لماذا بريطانيا وألمانيا تشرشل هزم الألمان مع الأمريكان والروس والآن علاقات وثيقة يعني قوية رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ لماذا الجزائر والمغرب يا أخي كل مرة يجينا خبر عن جفاء أكثر بين البلدين؟ أولا كنجدد التحية لكم جميعا، الأخ مصطفى والأخ الدكتور المنشط لهذا اللقاء والمتتبعات والمتتبعين عموما. هو شيء مؤلم جدا، يعني هذا الشيء اللي أشرتم إليه، ولكن دعني بداية أن أوضح أمر في غاية الأهمية ربما قد يتناساه البعض، هو أن لا شيء يمكن أن يفرق بين الشعبين المغربي والجزائري، لأن علاقتهما أقوى من أي إرادة لا تقدر طبيعة العلاقة بين هذين الشعبين ومستقبل هذين الشعبين. الشعب المغربي والجزائري كلاهما ساهم في الكفاح ضد المستعمر، ولا يمكن إلا لجاحد أن ينكر يعني التحالف والخدمات من كلا الجانبين. لا أحد يمكن أن ينكر كذلك العلاقات التاريخية التي ظلت بين الشعبين رغم كل بعض فترات توتر أو جفاء أو الفتور التي كانت تطبع، ولكن الشعب المغربي والجزائري هما شعبين حكيمين وظل يحافظان على حبهما وتواصلهما رغم بعض المظاهر ديال التجيش الرخيصة، ولكن الشعبين في عمومهما ظل يؤمنان بقدرهما وبقوة روابطهما. فالشعب المغربي يكون كل الحب والتقدير للشعب الجزائري، هذه نقطة يجب أن توضح. لا نكون أي ضغينة لشعبنا الجزائري، لأن رابطة كما قلت هي رابطة جغرافية ورابطة تاريخية ورابطة يعني عروبة ورابطة أمازيغ ورابطة وبيننا مصاهرة، عفوا، وبيننا أكثر من رابطة عادي. في السياسة طبعا تعرف هناك مصالح متناقضة، والناس الذين يدبرون الشأن العام تعرف هناك أشياء يعني لهم حساباتهم ولهم، ولكن أقول لك صادقا، أنا أتمنى أن لا يفهم كلامي كوني مغربي، والله العظيم أتحدث بمنتهى الصدق. كنت دائما في كتاباتي الصحفية كنت دائما ضد أي إساءة، أي إساءة لأي يعني الجزائري، فكنت دائما حريص على استعمال لغة نظيفة، أن نتصارع، أن نتنافس، أن نختلف، نعم، لكن لا يجب أن نجرح وأن نشهر وأن نسيء لبعضنا البعض ونسيء لك. كان هذا خطنا وكان هذا دائما دأبنا ونهجنا، فلم نكن يوما يعني نجيش، لأن نؤمن بأن الصحفي هو كائن حقوقي. الصحفي بالطبع هو كائن ضد الحروب، يسعى إلى الثقافة وإلى الحوار وإلى تذويب الخلافات، هذه وظيفة الصحفي. الصحفي هو كائن يسعى إلى وحدة الشعوب وليس إلى صراعات الشعوب. ولكن أقول لك بمنتهى الألم، وأرجو أن لا ينزعج مني الأخ مصطفى والإخوة الجزائريين، أنا كمتتبع، وأنا أديت ضريبة السجن في النظام المغربي، وأدينت ب3 سنوات قضيتها بتمامها وكمالها. يعني أنا أقول هذا لكي أبرهن على أن موقفي ليس نابع من مشاعري كوني مغربي، ولكن كمتتبع ساءني كثيرا يعني التصرف ديال النظام الجزائري، لا أقول الشعب، ساءني تصرفاته الأخيرة
فأبدأ واحد النوع من العدوانية تجاهنا، وبدون مراعاة كما قلت هذه العلاقات التاريخية ولا الروابط ولا التضحيات. وخير دليل قرارين قطع العلاقات الثنائية. المغرب لم ينتج أي موقف وأي رد فعل، لم ينتج أي موقف أو رد فعل، بقي هادئا ويمد يد يعني الأخوة ويد ديال التعايش وديال التعاون. ثم جاء القرار الثاني بشكل غير مفهوم، وأقول في غياب رد فعل رسمي مغربي. لست لكوني مغربي سأغطي على السياسة المغربية. لو كان المغرب أنتج موقفا يعني يستحق لكنت من أول، لأن الجزائريين خوتنا، نحن شعب واحد، فقط فرقتنا السياسة وفرقتنا بعد، ولكن في آخر المطاف مصيرنا واحد. نحن شعب واحد، لغة واحدة، مصير واحد، دين واحد، أكثر من صعيد. إذا نحن شعب واحد، الجزائري والتونسي والليبي والموريتاني، هذا شعب واحد. أنا أؤمن بهذه الفكرة. ولكن دعني أقول لك يعني مؤخرا تصرف ديال اخوتنا الجزائريين كان مجانب للصواب بشكل غير مفهوم، قطع العلاقات. وكأن مع كامل الاسف النظام الجزائري يعني اصبح لا ينظر الينا كمنافس اقليمي، وهذا من حقه، اصبح ينظر الينا كعدو اقليمي. هذا هو التحول الغير المفهوم والصادم. واقول لك قسم واسع من الشعب المغربي، اقول لك قسم واسع من الشعب المغربي فوجئ بهذا التحول، لا نعرف سره. هذا تصعيد خطير جدا، وكما قلت الدكتور هاشمي وهذا يدمي القلب. يعني ايطاليا واسبانيا كيف كانت صراحه مع فرنسا، وفرنسا استعمرت اسبانيا، واليوم علاقات عاديه. المانيا استعمرت وعلاقات عاديه، ولكن نحن لا نعرف سر هذا التصعيد، وكاننا نحن العدو، كاننا مسؤولين على يعني ما تعانيه الجزائر، علما باننا واقعنا واحد وان قوتنا وحدتنا. لا مستقبل للشعب الجزائري، لا مستقبل له، اقولها في غياب انه تعايش وتعاون مع الشعب المغربي. لا مستقبل للنظام الجزائري بدون على انه يتعاون على ان التحديات الاقليميه واحده، من ارهاب ومن جريمه منظمه وتشغلها لهم. اليوم نحن في عالم قريه صغيره محتاجين للتعايش. مع كامل الاسف البعض، لست اقول لك ان هذا كوني مغربي، انا متتبع واقول لك اعطيني قرار مغربي فيه نوع من العدوانيه. قرار الملك محمد السادس في خطاب يعني قال امد يدي، قال نمد يدنا. هذه دعوة صريحة من العهد المغربي، دعوة. هذا ملك يعني ماشي إنسان، لا يوجد ما يرغمه على هذه الدعوة. كان يكفي نحن العرب والأمازيغ وثقافتنا الدينية عندما نقول حتى بقول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذه ثقافتنا الإسلامية. فالملك المغربي مد يده، فبدل أن يعني يكون تفاعل مع هذه، كان الإجابة يعني مع كامل الأسف يعني غير مفهومه. ولا استطيع ان اقول كلمه اكثر من هذا، لانني اقول لك والله يشهد رابطه ديال المغاربه والجزائريين اقوى ما يتصور البعض، ويسوءنا هذا المشكل لانهم اخوتنا، ولنا كما قلت قدر مشترك ومصير مشترك وتاريخ مشترك بكامل الاسف. ولكن اقولها لك، قد اعرف بعض الاشياء، ولكن اشياء قد تغيب عني. انا لست يعني عضو داخل مربع الحكم حتى اعرف خلفيات بعض القرارات، ولكن عن بعد كنت متتبع ولا زلت رأيت ورصدت سلوك غريب في النظام الجزائري لا أفهم. يعني قطع المجال الجوي، المجال كذا، بدون أي خطوة ديال، رغم أنها أنت تعرف الإخوة الجزائريين يقولون صراحة أنهم يدعمون يعني مجموعات ترفع السلاح ضدنا وتسببت في عاهات لإخوتنا الجنود وأسرت أخوتنا وعطلت يعني المنطقه يعني حرب، ويحتضنونهم فوق تراب جزائري ويدعمونهم بالمال. ومع ذلك المغرب يحاول ما امكن ان يضبط النفس ويتعايش. تصور معي لو كنا احنا في المغرب نحتضن في مدينه الداخله مثلا جماعه مسلحه مثلا تقول القبائل، كيف كان سيكون مصيرنا وعلى؟ تصور معي هذا المشهد، ان نحتضن في المغرب في الدار البيضاء او اي جغرافيا ناس يقولون أعوذ بالله، نحن لن نسعى إلى هذا ولن نكون يوما شركاء، إننا حريصون على وحدة الجزائر ولن نقبل أي حتى المغرب عندما انتج فقط رد فعل، قلنا مع ذلك قلنا لا يجب أن ننزل إلى هذا المستوى. طيب أخ الكريم حميد المهدوي، مشاعرك هذه الافتتاحية اللي فتحت بها الحوار أنقلها مباشرة إلى الأخ الصحفي مصطفى بونيف من الجزائر، زميلك في الجزائر. تفضل أخ مصطفى بالتعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لك أستاذنا الهاشمي الحامدي ولقناتي المستقلة وللمتابعين والمشاهدين، وأيضا أزف تحياتي إلى الأستاذ والأخ من المغرب، أخ حميد. الأخ الحميد المهدوي، آسف. أوديه أيضا تحياتي. طبعا أنا أقدر كثيرا المقدمة التي تفضلتما بها، يعني الكلام الذي تفضلت به الدكتور عن الأخوة بين العرب والمسلمين، والتي دعمتها بآيات من القرآن الكريم، إنما المؤمنون إخوة، والكلام الجميل أيضا الذي قاله الأستاذ قبل قليل. هذا الكلام في الجزائر نحن أيضا نقوله ونقدره ونثمنه، ولا أظن أن ثمة هناك مشكلة ما بين الشعبين، الشعب الجزائري والشعب المغربي والشعب التونسي والشعب الليبي، مثل ما قال الشاعر: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فوهراني. فمش مشكلة أنه تكون كاينة، يعني هذا أمر نحن متفقين عليه وما كاش إشكال، ولكن يجب أن نأخذ الأمور بعيدا عن العاطفة قليلا، ونتناول ما حدث أو ما يحدث ما بين الجزائر والمغرب بنوع من الموضوعية والتحليل الموضوعي، حتى نتبين ونعرف أسباب هذا الجفاء وهذه المشكلة. أنا لم أعود إلى التاريخ، لكن في عرض السيد وزير الخارجية السيد رمضان عمامرة عندما تلا بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، قال جملة رائعة تعبر عن أخلاق الجزائريين، وتعبر عن ألم عميق جدا نتيجة قطع هذه العلاقات. قال: نعلن قطع العلاقات الدبلوماسية ولسنا سعداء بذلك. وأكد أيضا البيان الذي تلي وقرئ على الوسائل الإعلام وبثته كل الأقنية الفضائية على أنه المشكلة لا تعني الشعبين، وسوف تراعي الجزائر بقرارها هذا العلاقات الإنسانية بين الشعبين الجزائري والمغربي. البيان أعتقد كان في 8 صفحات، ورد فيها عرضا تاريخيا وله أسبابه، عرض تاريخي للمشاكل والصراعات بين الجزائر والمغرب، والتي هي وعرض لمجموعة من الخناجر وجهت إلى ظهور الجزائريين تقريبا منذ ثورة الأمير عبد القادر رحمه الله، ثم بعد ذلك في الثورة التحريرية عندما تم توجيه طائرة تحمل الثوار الجزائريين من المغرب إلى فرنسا، ثم بعد ذلك الحرب المؤسفة جدا والغادرة في سنة 63 عندما احتلت أراضي جزائرية مباشرة بعد الاستقلال. وهذا يؤلم الجزائريين كثيرا عندما نفتح كتب التاريخ ونجد أمرا كهذا. أنا شخصيا لم أكن مولودا في تلك الفترة، ولكن عندما أقرأ أشعر بألم شديد. يعني كيف لبلد استقل حديثا من الاستعمار الفرنسي المجرم الذي ما زلنا إلى يومنا هذا نطالبه بدماء الجزائريين، نطالبه بأن يعترف بجرائمه، يعني بعد ما خرج مباشرة تأتي القوات المغربية زاحفة لتأخذ بعض أراضي الجزائريين، وقتلت من الجزائريين لدرجة أنه الرئيس الجزائري في ذلك الوقت قال: حقرونا. مع ذلك يعني استمرت عادة العلاقات ما بين الجزائر والمغرب بشكل يعني عادي، فإلى غاية منتصف التسعينات. هذا كله جاء في عرض بيان الذي تلي من طرف وزير الخارجية عندما كان يقرأ بكل أسف قطع العلاقات ما بين الدبلوماسية مع المغرب. أيضا عرض علينا ما حدث في التسعينات. الجزائر كانت غارقة في مشكلة تقريبا هي كانت مشكلة عالمية، مشكلة الإرهاب. كنا في الجزائر الجزائريون يموتون بالمئات وبالآلاف يوميا، وكنا ننتظر في وقت اللي كنا ننتظر دعم من الشقيق المغربي، فإذا به يطرد الجزائريين من أراضيه ويفرض عليهم التأشيرة.
يعني أمر غريب في الوقت اللي كنا ننتظر تعاون. واتهمنا في ذلك الوقت المخزن المغربي، اتهم الجزائر بأنها تدبر عمليات إرهابية داخل المغرب. فالامر كان يعني صادما للجزائريين، واحنا عندنا معروفين في الجزائر، عندنا الانفه ونسموه احنا النيف، لهذا نسمي بونيف. فقررنا في ذلك الوقت، وقررت السلطه الجزائريه ان تغلق الحدود وتغلق الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح. اذا كان الارهاب يجي من عندنا، في المغاربه قد استراحوا منا وانتهى الامر. ولكن بعد ذلك اثبتت التحقيقات بانه لا شيء من هذا. العمليات التي وقعت في المغرب ليس للجزائري يد فيها. انتظرنا اعتذارا، انتظرنا شيئا من هذا القبيل، ولم ياتي الاعتذار، مثلما لم تعتذر المغرب عن الطعنات وعن الخناجر التي وجهتها سابقا. ومع ذلك الجزائر فعلا لم تفتح الحدود، وبقيت الحدود مغلقه، لكن بقيت هناك نوع من وشائج المحبه وشائج العلاقات يعني نوعا ما الطيبه. وكما قلت الى هنا الشعب الجزائري والمغربي شعب واحد. هذا كله انا اتكلم عن بيان الذي جاء فيه قطع الحدود، لكن قطع العلاقات. فبعد ذلك يعني فوجئنا بممثل المغرب في هيئه الامم المتحده، كانوا في دول عدم الانحياز اعتقد في اذربيجان، عمر هلال يطلق تصريحا غريبا لا مبرر له، ولا يمكن للمملكة المغربية ولا يمكن للمخزن أن يتبرأ من تلك التصريحات. هذا موظف سامي وموظف دبلوماسي. في الدبلوماسية يفترض أن يراعي الكلمات التي يقولها والتعابير التي يستعملها، مهما كان يعني الموقف كان يفترض أن لا يقول ذلك الكلام. فتكلم عن استقلال منطقة القبائل في الجزائر، وهي في قلب الجزائر، ووزعت وثيقة تشجع على تقسيم الجزائر. وهناك أيضا منظمة إرهابية في الجزائر اللي تدعو إلى التقسيم، سعدت بكلام هذا المندوب المغربي، وتبادلت التهاني مع الملك المغربي. سبحان الله، يعني ما الذي ستفعله الجزائر حيال هذا الموقف؟ الجزائر لم تذهب مباشرة لقطع العلاقات، لم تقطع العلاقات مباشرة، بل طلبت تفسيرا، وانتظرنا مدة طويلة حتى يبرر لنا المغرب ماذا حدث. لم يأتي الرد من المغرب إطلاقا. خطاب ألقاه الملك وكأن شيئا لم يحدث، وطلب منا فتح الحدود، وكأنه يوجه أمرا للسلطة الجزائرية أن تفتح الحدود فورا. يا أخي، ما زال عندك المندوب في الأمم المتحدة قال كلاما خطيرا عن الجزائر. ماذا فعلت حيال هذا الموظف؟ يعني إذا كان موظف بسيط من المفروض يعني يزال ويقال من منصبه إذا كان مش مستوى الدبلوماسية. الدبلوماسي عمله مش فقط في الأروقة تاع الدبلوماسية، أيضا في حياته اليومية يكون دبلوماسي. يعني المفروض يعاقب على هذا العمل، وتعتذر المغرب عن هذا العمل. لم تفعل ذلك، بالعكس جاء الملك ألقى خطابا كأنه شيئا لم يحدث، وقال نفتح الحدود. وهذه تعطينا أوامر، تأمر الجزائر أن تفتح معك الحدود رغم ما حدث. مع ذلك طلبنا تفسير، لم يأتي التفسير. ثم بعد ذلك استدعي السفير من أجل التشاور، المغرب لم تفعل شيئا. فاضطررنا إلى الموقف هو قطع العلاقات الدبلوماسية. مع ذلك الجزائر كما قلت في بيانها كانت هادئة جدا، كانت رصينة جدا، لم تكن عدوانية. خطاب وزير الخارجية لم يكن عدوانيا إطلاقا تجاه المغرب. ليأتينا خنجر آخر، يعني كيفاش يتكلم دبلوماسي من الكيان الصهيوني، والعلاقات ما بين الجزائر والكيان الصهيوني لا يمكن أن تنصلح، لأنه هذا الكيان الكريه البغيض ويهود الجزائر اللي كانوا موجودين في الجزائر في ذلك الوقت عملوا ضد ثورة الجزائريين وضد استقلال الجزائريين، وتعاونوا مع فرنسا في جرائمها على الجزائر، وعندما خرجت غادروا معها غير مأسوف عليهم، الله لا يردهم. فكيفاش يعني يتكلم وزير خارجية الكيان الكريه، الكيان المنبوذ، الكيان الذي ما زال يرتكب الجرائم في حق الفلسطينيين مثل ما ارتكبها في حق الجزائريين، يروح يجي من عندك ويوصف الجزائر بأوصاف شنيعة وبلد عدواني وبلد يشكل خطر على المنطقة دون أن يرد عليه صحفي. الأستاذ المهدوي هو صحفي، المفروض يرد يا سيدي، على الأقل يكون هناك رد من صحفي، على الأقل يكون هناك رد رسمي على هذا التجني. لم يحدث ذلك إطلاقا، بالعكس سكوت رهيب. وتلاه أيضا الملك يطلب فتح الحدود. يعني لو نتلو ولو نقرأ التجاوزات والاستفزازات التي كانت تأتي من المخزن، أنا لا أقول من الشعب المغربي، التي تأتي من المخزن هي مبرر كافي جدا من أننا تقطع العلاقات وأن تصل العلاقات إلى المستوى الذي هي عليه الآن. هذه هي الصورة. لماذا أخ مصطفى،
إغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المغربية؟ لو ترجع فقط منذ شهور أو منذ أسابيع، من لا أتذكر التاريخ بشكل جيد، المغرب أبرم اتفاقية تتعلق بالطيران المدني مع الكيان الصهيوني. إذن الجزائر لن تسمح لطائرات الكيان الصهيوني أن تمر على أجوائها. هم داروا اتفاقية تعنقل فيما بينهما، يا خويا يروحوا يمشوا جهة البحر، ما طائرات تاع الكيان الصهيوني ما تفوتش من الكيان في الأجواء الجزائرية. لكن الطيران المغربي اللي تعدي، الطيران المغربي اللي ماشي لتونس مثلا او للقاهره، كاين شيء، هذا شيء يتعلق بالامن القومي للجزائر. لن نسمح بمرور الكيان الصهيوني ولو طائرا على اجوائنا الجزائريه. لا مش انا ما نكلمك على الطيران العال الصهيوني، لا رويال الماروك، الطيران المغربي. كاين يعني هذا لو كان بعد ربما مازالت الحلقه ممكن نحكوا على العلاقات. احنا ما نشرح ندخلوا في العلاقه ما بين الكيان الصهيوني والمغرب، هذا شأن داخلي يخصهم، لكن هناك جوانب تخص الامن القومي للجزائر تخصنا. يعني احنا مصر ولا الامارات او اي بلد من العالم تقريبا، كثير من دول العالم العربي ابرمت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني ودخلوا معها في تطبيع، ذلك شأن يخصهم. لكن ناخذ نحن ما يخصنا، ما يخص امنا القومي. المغرب راها مقاسمه معنا الحدود، سبحان الله، يعني مرمى حجر، ودير علاقه مع كيان عدو. الصهاينه هم الموضوع ما بين الجزائر والكيان الصهيوني عداوه تاريخيه، عداوه بسبب الثوره. هذو ناس عملوا ضد الثوره الجزائريه وما زالوا يعملون ضد الجزائر، والموساد ضالع في الكثير من المؤامرات ضد الجزائر. لا يمكن ان نامن لهم جانبا. لهذا الجزائر غاضبه. احنا كجزائريين، انا كشعب الان نتكلم بصفتي كشعبي كمواطن، والله لا يعجبني الحال ولا يعجبني الامر، ولا اسعد ولا افرح انه يكون في العدو الصهيوني على مرمى حجر من الجزائر. هذا كشعبي، والله ما نتكلم باسم السلطه، انا نتكلم باسمي كشعبي. هذا امر عار حقيقه. انا اتاسف كثيرا عندما ازور بعض الدول العربيه ونشوف انه كاين عندها علاقات مع الكيان الصهيوني، في حين انه ما زالت تدوس على رقاب الفلسطينيين وما زالت تدمر. هذا الكيان ما زال يقتل. اظن انه الشعب المغربي في نفسه هو رافض هذا العلاقه، ومفروض انه يعلن عن ذلك. ما تبداوش ديروا المبررات للحكم نتاعكم انه دول علاقات مع هذا الكيان. المساله تتعلق بامننا القومي على ما اعتقد، هذا تحليلي الشخصي. المساله تتعلق انه داروا اتفاقيه تاع طيران مدني حمايه ودرءا لكل مفسده، يروحوا يفوتوا عن طريق البحر ويروحوا لتونس او يروحوا لمصر، الله يسهل، يعني باش يفوتوا على الاجواء نتاعنا. هذه مساله فيها نظر. طيب، النقاط اللي ذكرتها كثيره في توضيحك الاول هذا، خليني لو سمحت ارجع بها للاستاذ حميد. تفضل الاستاذ حميد. اولا التمس منك ان تسمح لي وقت كافي، لان السي مصطفى اورد عدد من النقاط تستوجب توضيح. لك ذلك. اولا، اذا اردنا ان نغوص في التاريخ وان نتحاسب، فاعتقد اننا نحتاج لوقت طويل. مشكلتنا هو اننا يعني احيانا لا نكون موضوعيين، ويصعب علينا التجرد من مشاعرنا الذاتيه. فالإنسان دائما يعتبر نفسه يعني على صواب والآخر على خطأ. والأخ مصطفى عندما قام بجرد تاريخي لبعض الأمور لاحظ وكأننا الفاعل واحد هو المغرب، والجزائر لم ترتكب أي شيء. نحن الشر وهم الخير، نحن يعني أرض الحرب وهم أرض السلام، وهذه يعني تجني. يجب أن نكون موضوعيين. علينا عندما نتحدث ونحن يعني متخلصين من ضغط السلطة. كوننا مغربي يتحدث مع جزائري، يجب أن نتخلص من رقابة السلطة على ما نقول حتى نكون موضوعيين. لا يجب أن نغازل أحد، يجب أن نغازل الله ونغازل شعبنا ونغازل الحقيقة. أنا لا أنكر أخطاء قد تكون ارتكبتها السلطة المغربية والنظام المغربي في التاريخ، والسياسة هي مجال الخطأ ومجال الصواب. لكن أن أقدم قراءة واحدة أن النظام المغربي هو المفتعل لكل الأزمات، هو الشيطان، هو فأعتقد هذا أمر لا يقبله عقل ولا يقول به عاقل. لو أردنا أن نجرد يعني النظام الجزائري كذلك ارتكب أخطاء. العملية ديال الطرد يعني مئات آلاف ديال المغاربة ليلة عيد الأضحى يا أخي،
هل هذا فعل إنساني؟ هل هذا فعل يمت لعلاقات العروبة والدين والله عز وجل مهما كانت يعني المبررات؟ لماذا نتغاضى عن هذا الفعل؟ نحن المغاربة، أنتم لستم وحدكم من نسيتم أو تغاضيتم واستأنفتم وأردتم ربط علاقات، نحن كذلك مجروحين. هؤلاء إخوتنا في يوم مقدس عندنا عيد الأضحى، وشردوا وهجروا من منازلهم ولم ينعموا بعيد، وتركوا منازلهم وجاءوا إلى المجهول وتركوا أحبتهم وأموالهم. من اتخذ ذلك القرار؟ وهل ذلك القرار يرضي الله عز وجل؟ هل يتوافق علاقاتنا؟ علينا أنا لا أقول أن النظام المغربي لم يرتكب أخطاء، يمكن أن يكون ارتكب أخطاء، ولكن أن نحاسب النظام المغربي لوحده وننسى فظاعات ارتكبها كذلك النظام الجزائري. وأقولت لك طرد آلاف المغاربة في يوم مقدس، هل يمكن أن ننسى هذه الفظاعة؟ وتجاوزنا نحن بدولة. هل نفتح صفحة حرب الرمال؟ ما هو سبب حرب الرمال؟ ما هي الدواعي؟ أنا كنت أتمنى من الأخ مصطفى أن يقف عن الخلفيات الحقيقية. ما الذي دفع؟ ما الذي يعني زرع هذه الحرب؟ ومن كان سباقا إليها؟ وما هو السبب الحقيقي؟ لا يجب أن تعيد بلاغ يعني مع كامل الأسف بعض الإخوة الحاكمين يعني المأسورين بعقلية الحرب الباردة والنظام القديم. يا سيدي، مشكلة النظام الجزائري اليوم هو أنه لم يدرك على أن في المغرب اليوم رغم كل ملاحظاتنا لا نرجو أن ننقض على حكامنا، ولكن اليوم نحن أمام جيل جديد من الحكم، جيل لم يعش هذه الأزمة الحرب الباردة. الجزائر كل حكامها الحقيقيين اليوم هم عاشوا مع الحرب الباردة ومع الجرائم القادمة، لهذا لا زالوا يرثون هذه العقلية. وأنا أتمنى من صحفي سي مصطفى وكل الإخوة الجزائريين أن لا ينحوا هذا المنحى. نحن المغاربة مؤخرا عندما قال مزوار وكان رئيس نقابة الباترون وهي نقابة رجال الأعمال قال كلمة أجابه النظام الحاكمين في المغرب، قالوا له هذا تصرف متهور وأرعن، وصفوا سلوكه بالأرعن وكلفه ذلك منصبه وأبعد من الحياة السياسية. كان وزير خارجية هذا وكان أمين عام في الحزب اليوم الذي رأس الحكومة، فقط لأنه قال كلمة في الجزائر. النظام المغربي رافض التدخل في الشؤون الجزائرية. لماذا لا ننتبه إلى هذه السلوكات وهذه القرارات الإنسانية؟ الأخ مصطفى كان عليك كذلك لو أردت أن نفتح التاريخ، وإذا أردت أن تعود للتاريخ كما عاد إليه الأخ وزير الخارجية الجزائري، لماذا نفتح صفحة ماذا قال ضوغو لمحمد الخامس؟ ماذا قال ضوغو لمحمد الخامس؟ وهل قبل محمد الخامس العرض؟ قال له ستعود لك حاسبيضة والقناصة وتندوف، حاسبيضة والقناصة وتندوف وكولومشار. ماذا كان رد محمد الخامس؟ قال له هذا نقاش داخلي مع إخوتي سنحسمه بعد أن نجلي الاستعمار. لاحظ سلوك الكبار وأخلاق المغاربة. لو كان محمد الخامس يعني بالصورة التي يحاول أن يصورها البعض أو يصورنا لتواطأ ضد الثورة الجزائرية وضد ولا قدم، ولكنه رفض محمد الخامس. لماذا هذه الصفحة المشرقة من تاريخ حكامنا لم نفتحها ولا نقرأها؟ أنا لا أقول لك لم نرتكب أخطاء، قد نكون نرتكب أخطاء، قد نحن بشر، ولكن أن نسوق النظام المغربي هو الشيطان وأن نجسم الشر ولا سوى العداوات. تاريخنا هكذا، محطة الرمال، محطة كذا، محطة هلال، محطة كذا، والصفحات الأخرى البيضاء. لماذا هذه المقاربة بهذه الطريقة يا أخي الكريم؟ نحن بشر، قد نخطئ وقد نصيب، والله عز وجل نحن لسنا ملائكة معصومين من الأخطاء. إذا أردنا أن نبني وأن نتعايش علينا أن نذكر الخير والشر. لماذا تحدثت فقط عن نصف الكأس فارغة من الكأس في واقعة اجتماع ديال دول عدم الانحياز؟ دائما نقدم المغرب كأنه هو المبادر، ولكن أصل الحكاية السي مصطفى علينا أن نقولها، هو أن ممثل يعني ديال النظام الجزائري هو الذي وصف النظام المغربي بأقدم نظام مستعمر، والأخ هلال رد عليه. إذا كنا في لحظة رد الفعل وليس في إنتاج الفعل.
قال له: إذا قلت نحن المغرب أقدم دولة مستعمرة، إذا قلت فنحن كذلك سنقول. هذا إجابة. وتم اقتطاع واجتزاء هذا الكلام من سياقه، وأضيفت له توابل، كون هناك وثيقة وسعت، وكان هناك تجيش، وكان وكان وكان. ثالثا، لماذا السي مصطفى أنت تتحدث عن الأرض الجزائرية بحرقة، وهذا من حقك، والوحدة والمصير، والأرض المغربية أن تحتضن أنت أشخاص؟ هل كانت هناك دولة في تاريخ هذه المنطقة اسمها صحراء الشعب الصحراوي؟ متى كان هناك كيان صحراوي في تاريخ هذه المنطقة؟ متى في تاريخ هذه المنطقة؟ كانت دائما هذه المنطقة إما تابعة للسلطة المركزية في الرباط، أو كانت عبارة عن مجموعة أشخاص، لكن لم يكن كيان في أي محطة من محطات التاريخ. إذا لماذا الحديث عن الحدود الموروثة عن الاستعمار؟ لماذا الحديث عن الحدود الموروثة عن الاستعمار؟ لماذا هذه الأطروحة البالية الواضحة للعيان؟ هل يمكن الحديث عن الحدود الموروثة عن الاستعمار كون ألمانيا استعمرت فرنسا؟ هل يمكن الحديث عن هذه الأطروحة؟ فرنسا استعمرت إسبانيا. هل يمكن الحديث عن أطروحة ديال حدود الموروثة عن الاستعمار؟ لا يمكن، ببساطة شديدة، لأن إسبانيا كيان قديم. لا يمكن مع ألمانيا لأن فرنسا كيان قديم. أما ما يسمى ليس بكيان قديم، هذا وجه المشكل. إذن أنتم في الجزائر تحتضنون أشخاص يهددون وحدتنا الترابية ماديا ولوجستيكيا وعسكريا وسياسيا وبكل الأشكال. وصل الأمر من النظام الجزائري إلى مستوى أنه عين مبعوث خاص بالصحراء. يعني الجزائر مبعوث خاص بالصحراء، يستقبلونهم ويقدمون لهم الدعم وعبدوا لهم الطريق نحو المنظمة الإفريقية كل الدعم. الدبلوماسية الجزائرية اليوم كل الجهد أصبح هو مواجهة المغرب. يا أخي الكريم، أقول لك بمنتهى الحب والصدق، ولست أنا لا كما كنقولوا عندنا في الدارجة المغربية، أنا لست لا طبال ولا غيار ولا أنا أتحدث بحكم يعني كمتتبع وكملاحظ. قطع العلاقات أو إغلاق المجال الجوي صدقني والله لن يؤثر على المغرب، صدقني لن يؤثر على المغرب. موقعه الجغرافي وموقعه التاريخي وموقعه كذا لن يؤثر عنه. هذا يؤثر عن أخلاقنا جميعا. هل إذا قطعت المجال الجوي ماذا سيقع؟ هذا النظام المغربي يا سيدي الكريم لم يخضع طيلة قرون لا لعثمانيين ولا يعني بقي شامخا، والسلطة فيه بشكل تسلسلي من الأدارسة إلى يعني سنين، وواجهت أبشع الأوبئة وأبشع المجاعات وأبشع أشكال تهديد بمحاولة الاستعمار، وظللنا قائمين نقاوم. أنا لا أميز، قد تفاجئك هذه الفكرة، أنا لا أميز بين الأعداء عندما يمسون مصالحنا. ما الفرق بين الفرنسي والإسرائيلي؟ اللغة في الجزائر فرنسية ثانية، وفي الإدارات الجزائرية فرنسية. لماذا ليس هناك استقطاع تجاه؟ ما الفرق بين الفرنسي والإسرائيلي؟ الجرائم التي اقترفتها فرنسا في حق الجزائريين أبشع مما فعلته إسرائيل في الفلسطينيين. أنا لا أبرر ولا الخزي والعار لكل معتدي على الفلسطينيين، الخزي والعار، ولن نتسامح مع الإسرائيليين. هذا موقفنا الثابت. وأنا قلت بخصوص الموقف الذي قلت حول ذلك الشخص، أنت قلت لم يقل أنا قلت كلمة في حقه، أنت لا تتابع جميع الصحابيين، ورفضت ذلك الموقف، ورغم أن ذاك الموقف له ما يبرره، ولم يكن بمباركة المغرب ولم يؤيده المغرب، لأن ذلك الكلام قيل في دير يهودي وليس في اللقاء مع السي بوريطة في الرباط، قيل في دير يهودي في مكان خاص باليهود داخلي،
والاحتجاج كان أن يصب على الإسرائيليين. في الجزائر هناك الفرنسيين، وهناك البضاعة الفرنسية وعلاقات الفرنسية وعلاقات الإنتاج والرأسمالية والليبرالية تغزو الأسواق الجزائرية والجرائم. إذا لماذا نصنحتها فقط لأن إسرائيل في المخيال العربي الأمازيغي تلك الآلة الجهنمية التي كذا؟ نحن كنا نقول نعم لا لإسرائيل وكذا، ولكن لا يجب أن نستعمل هذه الورقة فقط لمحاصرة إخوتنا المغربيين ومحاولة المس بمشاعرهم وتصويرهم كأنهم خونة للقضية وخونة لله وخونة للرسول، ونحن الأنقى ونحن الأطهر ونحن. لماذا هذه المعاملة؟ ما ارتكبه الفرنسيون في حق الجزائر أكثر مما ارتكبه الإسرائيليون في حق الفلسطينيين. هل قادرون أنتم اليوم على قطع العلاقة مع فرنسا؟ أي موقف اتخذتم ضد فرنسا؟ ثم ما هي مساهمتكم المادية تجاه القضية الفلسطينية؟ قل لي كيف بأي شكل تدعم الفلسطينيين؟ ما هو الشكل ماديا عسكريا طبيا سياسيا؟ ما هو الدعم؟ هل يمكن لأحد أن ينكر الدعم المغربي من مستشفيات عسكرية متنقلة في حماس، من دعم مالي من بيت القدس سنويا، وهذا بشهادة يعني العالم، الدعم المغربي للقضية الفلسطينية. طيب أستاذ مهدي، أستاذ حميد المهدوي، ناخذ هذه النقاط ناخذها ونرجعها للأخ مصطفى وبعدين نرجع لك إن شاء الله. تفضل أخ مصطفى. والله استمعت باهتمام بالغ إلى كلام الأستاذ حميد، وهو في الحقيقة كلام مردود عليه، يمكن الرد عليه بسهولة. دعنا نبدأ من نقطة فرنسا. العلاقة ما بين الجزائر وفرنسا، من قال بأنها علاقة حب وعلاقة مودة وعلاقة غرام؟ لا، العلاقة بين الجزائر وفرنسا علاقة متوترة وتقطع أحيانا وتعود أحيانا أخرى. وصلنا حتى إلى مستوى أنه أعتقد رئيس اليمين زروال في هيئة المتحدة يعني حتى رفض أنه يلتقط صورة مع جاك شيراك في ذلك الوقت، يعني قالوا له تظهرش معايا في صورة واحدة. وهذا موقف كان من رئيس دولة في هيئة الأمم المتحدة. رئيسنا الحالي الآن أول خطاب ليه كرئيس جمهورية قال على فرنسا أن تنشغل بأمورها، يعني تبتعد عن الجزائر. خطابنا نحن كإعلاميين الآن ضد فرنسا، وما زلنا إلى يومنا هذا معهم ملف الذاكرة ما زال عالقا ما بيننا وبينهم، واسترجعنا منهم جماجم شهدائنا الأبرار الذين أخذتهم هذا المجرمة فرنسا، أخذتهم معها إلى فرنسا وعرضتهم في متحف في جريمة بشعة جدا، جريمة موثقة، جريمة تؤكد على أن فرنسا بلد مجرم، بلد يستحق أن يعاقب حتى دوليا على جرائمه في الجزائر. وما زالت الرسميون في الجزائر وغير الرسميين من صحفيين ومن حقوقيين ومن الشعب وعامة الشعب نطالب بمحاسبة فرنسا على ما فعلته في الجزائر. فرنسا ليست حبيبة الجزائر وليست شقيقة الجزائر ولا تربطها تلك العلاقات. وأنا أتعجب عندما يقارن الأستاذ حميد وهو على مستوى من الوعي أن يقارن ما بين فرنسا والمغرب. المغرب بلد تربطنا معه حدود، يربطنا معه دين، تربطنا معه لغة، يربطنا معه تاريخ، تربطنا معه جغرافيا. عندما يفعل فعلا يعني مناقضا للأخوة أو فعلا هكذا يصدمنا ونكلموه ونحاوروه، وكما يقولوا المصاري البطن تتعارك، ولكن ما يقارنش روحه بفرنسا. عيب. فرنسا والمغرب ما نقارنوش بيناتهم، وعيب اننا نقارنوا ما بين فرنسا واسرائيل والكيان الصهيوني. دقيقه، ما قاطعتكش، لم اقاطعك، خليني نجاوبك. عيب ايضا، عيب تقارن ما بين هو مصطفى يقول لك، مصطفى يقول لك انا لم اقارن بين فرنسا والمغرب، قارنت بين فرنسا والكيان الصهيوني. لا شوف، في المغرب تربطنا مع علاقات وعندنا عدو مشترك، فرنسا عدو مشترك ما بينه وبينه، لا مجال للحديث في هذه النقطة يا رجل. لا، وفرنسا أنا أتمنى كإعلامي جزائري وككاتب جزائري أتمنى من السلطة تاع بلادي أنها فعلا تقطع العلاقة مع فرنسا. أنا يعني نحن نلعن فرنسا صبحة وعشية في الجزائر، لا من أجل المقارنة في هذا الموضوع، لكن نتكلم ما بين فرنسا والكيان الصهيوني كاين مشكل. الكيان الصهيوني نحن نتعفف
حتى ان نقول عنه اسرائيل، يعني لا، هذا كيان كريه، كيان عنصري، كيان احتل ارضا ليست ارضه وارتكب فيها الجرائم وما زال الى يومنا هذا اللحظه الان اللي رانا نتكلموا فيها الان على القناه المستقله، الان الصهاينه راهم يديروا في جرائم في حق اخواننا الفلسطينيين. فليس من المعقول ان نربط معهم علاقه اخوه، لا الدين يرضى بذلك، ولا النخوه تقبل بذلك، ولا اي شيء. لا العلاقه مع هذا الكيان، ولو انني قلت في مقدمه كلامي الله يسهل على كل بلد يعني حب يدير علاقات مع الكيان الصهيوني يدير على روحه، يعني هذه مساله داخليه تخصهم. احنا في الجزائر لا نتدخل في شؤون الغير، ولكن ناخذ الجزئيه التي تتعلق بنا والتي تخصنا. هذا الكيان الكريه، الكيان الصهيوني، هو الأستاذ قال بأنه هذا الوزير عندما صرح وقال تصريحاته عن الجزائر قالها في دير يهودي، يعني ما يهمش، المهم أنه قالها وعندكم في أراضيكم. وجميل جدا أنه هناك صحفيين ردوا، أنا ما كانش عندي هذه المعلومة، الأستاذ نورني قال رانا ردينا على ذلك الكلام. إذا ما دام تكلم هذا الوزير ضد الجزائر فهذا يدل على أنه كاين عداوة ما بين الجزائر والكيان الصهيوني، عداوة تاريخية لن تزول. والله ما يرجعوا الأقدام، احنا مسمينهم الأقدام السوداء، احنا نسموهم الأقدام السوداء، ما يرجعوش للجزائر لأنهم تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي وتعاونوا وكانوا حركة. نحن تعرفوا موقفنا من الحركة، الخونة اللي يوقفوا مع الاستعمار الفرنسي وقفوا هم معه، وراح حوالي 70,000 يهودي إلى غير رجعة، الله لا يردهم، ولا نريدهم أن يعودوا إلى هذا البلد الطاهر، البلد المسقي بأرض الشهداء، البلد اللي متوضي بأرض الشهداء بدماء الشهداء. ما يدخلوش لبلادنا، ما يعودوش يرجعوا، وما نديروهاش ذريعة من أجل بناء علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني أبدا، مستحيل. هذا عدو عنده تاريخ أسود مع الجزائر، وتاريخ أسود يفترض مع المغرب أيضا، وتاريخ أسود في تونس، وتاريخ أسود في كل العالم العربي. هذا الكيان الكريه ارتكب جرائم فظيعة في حق المسلمين وحق العرب، والجزائر مثلها مثل كثير من الدول التي تحترم شعوبها، الدول التي تحترم دينها، الدول التي تحترم أخلاقها، ما تديرش علاقة مع هذا الكيان، مستحيل إطلاقا. فلما هذا الكيان مازال يرتكب جرائمه إلى يومنا هذا، لا يجب على أخي المغربي أن يسوق له الحجج لا هذا أمر غير مقبول. يعني لا أظن أن الأستاذ وهو على درجة كبيرة من الوعي أنه يلتمس الأعذار للمخزن أنه يدير علاقات مع هذا الكيان. ثم لماذا يدير علاقات مع هذا الكيان؟ احنا في الجزائر لم نطلب أكثر من اعتذار رسمي على مشكلة وقعت في فترة من الفترات، مثل ما تشجع الملك وقال وامرنا. هو في الحقيقه هذا كان بمثابه الامر من ناحيه، راك عارف لما فرضوا التاشيره ما شاوروش الجزائريين، المغاربه لما فرضوا التاشيره على الجزائر لم يستشيروا الجزائر في هذا الامر، وما اتخذوش القنوات الدبلوماسيه قبل ما يديروا هذا. المفروض تكون كاينه مفاوضات، قال نديروا احنا نفرضوا التاشيره، لا، صباح ربي الملك الحسن الثاني قال نغلقوا فرضوا التاشيره على الجزائريين، الجزائر بلد ارهابي الى غير ذلك، وكان من المفروض يشاورنا في هذا الامر. ايضا ياتي الان ابنه محمد السادس ويقول له افتحوا الحدود، يعني احنا خدامين عندك تفتح الحدود تغلق الحدود يعني باوامرك انت؟ لا، لازم تراعي انه هناك بلد سيد مساحته 2,381,741 كيلومتر مربع، راه معاك على الحدود، لازم تحترم هذا البلد اللي بجنبك. كاينه طرق دبلوماسيه لازم تتبع، والاعتذار داخل في اطار الدبلوماسيه. ما دام رانا خوا اعتذروا لنا على هذا المشكل اللي وقع، لانه الاستاذ عرض قبل قليل قال لك شوف انت فقط، طبعا انا جزائري ونشوف الجانب الذي يخدم بلدي، طبعا اكيد انا مانيش راح نجي هنا ندافع على النظام المغربي، مستحيل. فالفكره فكره انه ما الذي فعله، احنا كنا في ردود افعال في ذلك الوقت، طرد طلبه وطرد تجار وطرد سياح جزائريون خرجوا من المغرب في ذلك الوقت، خرجوهم حتى من غرف من الفنادق بملابس النوم يا رجل. فكانت كاينه تجاوزات في ذلك الوقت، معليش كي تكون كاينه مفاوضات نتاع اعتذار وصلح الى غير ذلك، هذا امر انا كجزائري انا افرح واسعد لو تصبح العلاقات ما بين الجزائر والمغرب علاقات طبيعيه، سبحان الله. نروحوا لملف اخر اللي هو تكلم عليه، هو ملف الصحراء الغربيه. ملف الصحراء الغربيه هذا مش قضيه على الجزائر، ما نغلطوش الراي العام، الناس راهم يسمعوا فينا، عيب ما نغلطوهمش.
القضيه مش قضيه تاع الجزائر مع المغرب، هذه قضيه هيئه الامم المتحده، هذا ملف مطروح في هيئه الامم المتحده ودايرته في الجداول تاع الاعمال تاعها، ويناقشوا في كل مره ويبعثوا في ومبعوثين امميين رايحين جايين. موضوع اممي، موضوع عالمي، موضوع دولي، هذا مش موضوع يتعلق بالجزائر. ما يخص الجزائر في موضوع الصحراء الغربيه هي انها الجزائر تنظر الى الصحراء الغربيه على انها بلد مستقل. حارب البوليزاريو، حاربت لما اخذ المغرب استقلاله مبكرا، اخذ الاستقلال نتاعو اخذه مبكرا، بقات هذيك المنطقه تقاوم دون يعني تدخل مغربي. كانت جبهه البوليزاريو قاومت وحاربت، والدليل على كلامي انه سنه 75 عرض المغرب لما راحت اسبانيا، المغرب عرض على موريتانيا انهم يقسموا الكعكه بيناتهم، نص للمغرب والنص لموريتانيا. وبعد ذلك شو المقاومه تاع البوليزاريو قاومت الى اخر رمق، حتى تنازل الموريتانيون عن هذا الامر، قالوا ماناش راح ما ندخلوش في حرب من هذا النوع، وبقات المشكله ما بين البوليزاريو والمغرب. فمشكله هذه مشكله ما بين دولتين، احنا نشوفوها مشكله ما بين دولتين، كيان دافع على الاستقلال وجاب الاستقلال تاعو وبذل من اجل ذلك الدماء، ودوله يعني اخذت براحه كما داروا مع الجزائر في 63. فالجزائر 63 لما خرج الاستعمار الفرنسي جات المغرب قالت اعطوني الاراضي. سبحان الله، يعني بعد ما شهداء بذلوا وضربوا ودافعوا على ارضهم مده تاع 7 سنوات ونصف، الجزائريين دفعوا 1.5 مليون شهيد وربما اكثر، دفعوها تجي تدخل تقول لك لا انا هذه الارض لي. لا، لو كانت الامر ليس بهذه السبهله، لا، وليس بهذه السهوله. هذه قضيه الصحراء الغربيه لازم يفهم الراي العام ولازم يفهم المتابعين باللي الموضوع راه مدرج في هيئه المتحده، وناس يطالب المغرب يطالب انه يكون حكم ذاتي، وجماعه البوليزاريو يحوسوا على تقرير المصير والحق في تقرير المصير. فمساله عندها بعدها الاخر لا يجوز مقارنتها. سبحان الله، لما يطلع دبلوماسي جزائري يطلع ويقول باللي الجزائر مع حق الشعوب في تقرير مصيرها اللي من ضمنها الشعب الصحراوي، كما رانا نتكلموا الان. انت سالتني على اسهامات الجزائر في مع فلسطين، يا رجل روح لليوتيوب، انا والله ما نتكلم، انا والله ما نضغط على حتى واحد، روح لليوتيوب واكتب غزه الجزائر وشوف الشعب الفلسطيني والشعب في غزه كيف يتعاطى مع الشعب الجزائري وكيف يتعامل. العلم تاعنا في الجزائر، العلم الجزائري تاعنا يرفع في غزه اكثر من العلم الفلسطيني يا رجل. دعمنا للقضيه الفلسطينيه كشعب وكسلطه لا يمكن نكرانه ولا يمكن مقارنته حتى بدوله اخرى، بدليل اننا الى يومنا هذه اللحظه مازال ما درناش علاقه مع القاتل نتاعهم. فلا يمكن لمن وضع يده في يد القاتل ان يدعي اخوته ويدعي انه يتبنى القضيه الفلسطينيه اكثر منا احنا اللي رانا في وجه المدفع واقفين ضد هذا الاحتلال الصهيوني. فالجزائر عندها مبدا اخلاقي سيرين عليه منذ البدايه، لاننا عانينا من الاستعمار. الشعب الجزائري عانت من الاستعمار، ونقدر ونعرف جيدا آلام الاستعمار، فنقف مع الشعوب في تقرير مصير. انا واقفين مع الفلسطينيين في الوقت اللي راه يدخل عندكم ثم الوزير الخارجيه تاع الكيان الصهيوني يسرح ويمرح، هم داخلين السياح والتطبيل والزهو والفرحه فرحانين بهم، احنا رانا دايرين العداوه معاهم. كان بامكاننا اننا نحقق مصالحنا كما الكثير من الدول البراغماتيه. يقول لك انا اخويا انا ما يهمنيش، انا نروح ندير علاقات مع الكيان، علاش نربح العيب معاهم وندير علاقات اقتصاديه ونخرج من الازمات. الجزائر قادره تدير هذا الشيء، ولكن اخلاقنا تمنعنا. ما المانع؟ ما الذي يمنع يعني المفروض نطرحوا سؤال هذا نطرحوه، ما الذي يمنع الجزائر من انها تدير علاقات طبيعيه مع الكيان الصهيوني؟ المانع واضح. يعني احنا شعب عانينا من ولايات الاحتلال، نعرف الاحتلال جيدا، فلا يمكن ان ندعم باي شكل من الاشكال بلد مستعمر اللي هو الكيان، بلد مستعمر اللي هو بلدنا فلسطين، ندعم العدو للكيان هذا اللي استعمره وراه يقتل فيه. مستحيل، هذه مش اخلاقنا احنا الجزائريين. نفس المقاربه يروح يجي يطلع انت وزير او دبلوماسي مغربي عمر هلال يقول كي قلت تقولوا علينا احنا بلد مستعمر، انتم ثاني تستعمروا القبائل. يا راجل انا على البليس، لا، رمضان العمامره في حد ذاته والوزير الخارجيه تاعنا في حد ذاته قبائلي، هو قبائلي، وانا يعني انتمي الى تلك المنطقه واعرف المنطقه جيدا. الجزائريين كيفاش انت تجي تتجرأ وتقول كلام مثل هذا، تقول لهم طالبوا باستقلالكم؟ لا، مش كيف هذيك. راه الناس عندهم مشكل تاريخي، راه كاينه مشكله بيناتكم، راه امر قلنا مطروح في الولايات المتحده. لكن احنا بلد مستقر، تجي تقول لي ولايه ولا منطقه تقع في قلب الجزائر. المشكله انه مش جايه في قلب الجزائر، يجي وزير ولا مندوب تاع الهيئه المتحده
وهو شخص رسمي، ما تقولولناش، لاني تبعت انا مبررات بعض الاخوه المغاربه يقول لك هذا، وقالها حتى يعني رئيس الحكومه السابق قال لا هذا تصريح شخصي. كيفاش تصريح شخصي يا رجل؟ هذا راه دبلوماسي، هذاك يقعد مجمع في دارهم قاعد مع اولاده في الدار ما يقولهاش الكلمه هذه، ما يقولش تستقل منطقه القبائل. علاش؟ راه كاينه مقاومه وكاينه مقاومه مسلحه ولا كاين رفض. كاين واحد شخص مجنون مختل عقليا عايش في الخارج، ومن الكيان الصهيوني يدعم فيه، الكيان الصهيوني يعطي له في الدراهم يدعم فيه، يقول لهم نطالبوا باستقلال المنطقه. واحد مو سامع به في منطقه القبائل، اروح زورنا في منطقه القبائل وشوف بنفسك يا اخي. ما كانش عندنا هذا الاشكال. هذا الاشكال يطرح فيه منظمه ارهابيه اللي هي منظمه الماك، راها تطرح في هذه القضيه، وحنا بلد موحد. لكن قضيه الصحراء الغربيه في الهيئه الامم المتحده هذه مساله تاع الامم المتحده. لو الصحراويون الصباح يرفعوا الرايه البيضاء ويقولوا احنا مغاربه، الله يسهل عليهم. ما تاكد باللي الجزائر الامر هذا ما لا ناقه لنا فيه ولا جمل. فالكثير من المقاربات تطرحها. خليني يا مصطفى، اخ مصطفى، النقاط كثير طرحتها. خلينا نرجع الان مره اخيره في الحلقه الاولى هذه، لانه واضح انه النقاش اليوم مشى برشا في التاريخ وفي الامور، ما قدرناش نتحدث على كيف نصلح ذات البين مهما كانت الامور معقده. المفروض منطقيا المنطق يقول انه لازم يكون في باب للاصلاح، لكن ما دام طرحتوا الموضوعات القديمه نحاولوا ننهوها. خلينا نعطي مداخله للاخ حميد المهدوي من سلا قرب الرباط. تفضل تعليقك على اللي سمعته من الاخ مصطفى. ارجوك دكتور يعني اسمح لي واحد الحيز من الوقت، لان خذ لا كذلك ومن حقي نقولها، هذا من حقي. انا انسان فخور جدا بالانتماء لهذا الشعب العظيم وهذا الكيان العظيم اللي سميته المغرب. هذا الكيان العظيم اللي قهر الامبراطوريه العثمانيه، هذا كيان سميته المغرب، قهر الامبراطوريه العثمانيه التي قهرت عدد من الانظمه، وصلت عند المغاربه وعجزت عن احتلالهم واستعمارهم. هذا لا يجب ان ننسى، هذا لا يجب ان نتحدث عن المغرب وكانه ايها دوله. هذا الكيان العظيم قاوم ابشع المجاعات، لان من لا يعرف المغاربه حقيقه، أبشع المجاعات في تاريخ قرون كانوا دائما المغاربة يقاوموا واستمروا، وقاوم هذا الشعب العظيم يعني العديد من والاحتلال الفرنسي وكبدناه هزائم. إذن هذا أولا. إذن نحن على هذه الأرض باقون، على هذه الأرض باقون الحمد لله بإذن الله عز وجل طبعا، وقادرين تعيشوا مع جميع الأوضاع. المغاربة واللي كيعرفوا ممكن تعيشوا مع جميع الأوضاع مهما ساءت، عندنا القدرة نتعيشوا معاه. نقطة أخرى، أنا ما عرفتش الأخ مصطفى واش كيعرف بأنه كاينة واحد الزنقة حدايا هنا سميتها جنقة الجزائر. عدد من المدن المغربية سميتهم الجزائر ومكتبات الجزائر، وعندنا هنايا في مكناس محطة عبد القادر الجزائري. يعني هاد الجزائريين احنا عندنا لهم واحد التقدير وحب ديال العظام، ماشي ديال مشكله. بعض الجزائريين كيعتقدوا ملي حنا كنمدوا اليد وكنديروا خطاب اخلاقي وانساني وكاننا متوددين او في موقف الضعف، او بالعكس هذه اخلاقنا وكرامنا احنا المغاربه. ولكن الناس تعرف بان هذا الشعب له تاريخ وقاوم كما قلت الفرنسيين والعثمانيين، وكانت العائلات تتوارث السلطه بشكل تسلسلي من الادارسه الى المريء الى هلم وجرة. وإمبراطورية المغرب وصلت إلى السنغال ووصلت إلى عدد من المناطق. إذن نحن لسنا كيان بسيط جدا. وعندما يعني النظام المغربي، أنا لست في موقع نبرر سلوكات النظام المغربي، ولكن كذلك أنا ماشي شي واحد اللي نوقع ضحية هاد كليشيات إسرائيل وهذا النقاش. أنا ما بغيتش ندخل، أنا لا أبرر النظام الإسرائيلي، وقلت مدان وتحية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي شعب محتل. هذا موقفي، الشعب المحتل. وكنت أتمنى علاقة المغرب تكون أقوى مع جميع الأنظمة العربية والإسلامية، ولكن هذا نظام مغربي، هو نظام اختار لعلاقة، استأنف علاقات، لم يفتح علاقات مع إسرائيل، ولكن ليس على حساب القضية الفلسطينية. لم يتخذ المغرب أي قرار يسيء للقضية الفلسطينية، تراجع عن موقف أو كذا أبدا. ذلك قرار إسرائيلي لحساب ما.
انا ما بغيتش قلت هذا الموقف في اسرائيل غير لاننا البعض نتحدث وكاننا نحن كم من الصحفيين في السجن في المغرب وفي الجزائر، كم من الحقوقيين في السجن في المغرب وفي الجزائر، كم من المدونين في السجن في المغرب وفي الجزائر. وهل بهذا القدر من الصحفيين والمدونين والنشطاء يوجدون في سجن إسرائيل؟ إسرائيل مجرمة احتلت، هذا الكلام نتفق عنه، ولكن كريه ونظام كريه، ونحن النظام الكريه هو النظام الذي يعتقل الصحفيين والمدونين ويهرب ثروات البلاد والعباد. الجزائر بثرواتها وخيراتها كان يمكن أن تكون ليس فقط من إسرائيل، تكون أقوى من أمريكا. هذا النقاش أنا الذي لا أحبه. علينا أن نتوجه إلى العدو الحقيقي ديالنا هو الفساد. لا يهمني من هو، متى وجدت فاسد فهو عدوي. نحن جزائريين والنظام الكريه والكريه. من المسؤول الوضعية ديال التنمية البشرية؟ هل مثل إسرائيل مثل الجزائر ولا المغرب؟ المستوى ديال التعليم، الصحة، السكن، عدد المعتقل، تهريب الأموال، إفلات من العقاب. هل هذا هو الوضع الذي تستحقه الجزائر؟ الجزائر بتاريخها وبأراضيها تصور النظام الإسرائيلي وكأنه يدخل إلى الجزائر ويختار الرئيس ويختار الرؤساء ويختار. يا أخي الكريم، هذا خطاب قديم. علينا أن إذا أردنا أن نصلح أحوال شعوبنا، هذا الخطاب هذا يخدم أقلية. أتفق معك، إسرائيل مدانة ومجرمة، أتفق، ولكن علينا أن ننتج خطابا معتدلا. أما هذا الخطاب الاصطفافي ديالنا، إسرائيل راها تدافع عن مصالحها وتسعد شعبها، ولها صفر معتقل صحفي وصفر معتقل حقوقي، ويحاكمون رئيس بنيامين وهم مجرمون تجاه فلسطين، ولكن تجاه شعوبهم ليسوا مجرمين. نحن هل يمكنك أن تتحدث عن الصحفيين المعتقلين في الجزائر، الاعتقالات، الحرية ديال التعبير؟ أنا كنت أتمنى من السيد المرشد أن يخصص ولو 5 دقائق بيني وبين السي مصطفى سؤال جواب، لأن الكلام كثير، سؤال جواب. هل إسرائيل التي وصفتها بالكيان الكريه، وأنا أتفق معك، هل يمكن أن تطرد 350 ألف مسلم في يوم عيد الأضحى؟ هذا سلوك، أليس هذا سلوك صهيوني؟ لماذا ندين إسرائيل ونغطي عن سلوكات؟ أنت تطرد يوم عيد الأضحى، طردت الطفل والشيخ والمرأة الحامل والمرأة، ولا يمكنك أن تناقش هذا الفعل، إنه بالنسبة لك هو فعله الجزائر تجاه المغرب، والمغرب بالنسبة لك لا يساوي أي شيء. عليك أن تنتفض ضد الممارسات اللا إنسانية ينتجها المغرب أو الجزائر أو إسرائيل. هكذا أحترمك. إذا أردت أن ترصد السلوكات المغربية فعلوا، كنت سأقدرك تقول قال بالنسبة للطرد إخوتنا المغاربة من الأضحى سلوك غير مقبول، لأن مهما كان درجة الاختلاف تبقى الصراع قائم بين النظام الجزائري والنظام المغربي. الحوامل والنساء والأطفال لم يقوموا بأي شيء، إذا لماذا نؤلمهم؟ لماذا تم طردهم ومسلمون ومغاربة؟ لماذا لا تقف عند هذه النقطة وتقول بخصوص هذه النقطة التي أثارها حميد المهداوي أقول أوضح؟ لا، سكت عنها لأنها نقطة مؤلمة. إذا إذا أردنا أن نرصد السلوك المغربي علينا أن نكون موضوعيين، أن نقول النظام الكريه الصهيوني أن الصهاينة، وقد ننتج سلوكات يا أخي أكثر صهيونية. عندما هل تقبل أنت ما معنى أن تحتضن شعب؟ من هي الدولة؟ أن نقول هذه القضية معروضة على الأمم المتحدة، كلام جميل طالما رددناه، هذه أسطوانة حافظناها، الملف معروض. يا أخي، يقول إسحاق دويتشر وهو كاتب ثلاثية النبي المسلح والنبي الأعزل والنبي المنبوذ لليون تروتسكي، له مقولة جميلة جدا، يقول: الإيمان الذي تنقصه الأعمال هو إيمان ميت. الإيمان الذي تنقصه الأعمال هو إيمان ميت. لا يكفي أن يقول السي العمامرة ونحن لسنا سعداء بهذا القرار، هذا هو الإيمان الذي تنقصه الأعمال، ولكن عمليا أنت تعين مبعوث خاص في الصحراء بدون دول العالم. ماذا يعني هذا؟ من دون دول العالم تخصص مبعوثا لقضية الصحراء. على من يضحك الناس؟ هل نحن أغبياء؟ هذه قضية معروضة. ولماذا المكسيك لم تخصص مبعوث خاص؟ ولماذا البرازيل لم تخصص مبعوث خاص؟ ولماذا ألمانيا لم تخصص؟ ولبحث الجزائر مبعوث خاص. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ ولماذا الموريتانيون لا يحتضنون البوليزاريو فوق أراضيهم؟ ولماذا تونس لا تحتضنهم؟ لماذا الجزائر تحتضنهم؟ لماذا التونسيون لا يحتضنون
هؤلاء البوليزاريو فوق أرض، لماذا الموريتانيون، لماذا الليبيون، لماذا الجزائر تحديدا؟ يا أخي كم من دليل تريد؟ ماذا هذا من هل تقبل أن نحتضن نحن مسلحين في موريتانيا ضد الجزائر؟ مشكلة الجزائريين أو ليست مشكلتهم، حظهم يا رب عفوا على هذه الكلمة، حظ الجزائريين أن الله تعالى جعل بجوارهم شعب حكيم وطيب ونظام حكيم في سياسته الخارجية. أقولها وبمنتهى الفخر، النظام المغربي قل عنه ما تشاء وقد أتفق معك داخليا، إلا السياسة الخارجية له من الحكمة والدربة والكفاءة والروية ويعني التبصر، يعني يشهد به الأعداء، نظام حكيم جدا. وقلت لك بخصوص سلوك عمر هلال كان رد فعل تم تحوير واجتزاء، ولن أعود لهذه الفكرة. يا أخي الممثل ديال الجزائر هو الذي قال الكلمة الأول، وصف المغرب بالمستعمر الأكبر. لماذا نحن لسنا عادلون؟ الجزائر تصفك بالمستعمر الأكبر، وعندما تقول تلك الكلمة يا أخي أنت استضفت شخصا في منزلك مثلا، أو لا ليس في منزلك، قام بخطيئة ليس هذا دير. هل تعرف القانون الدولي ماذا يقول؟ حتى في المتابعة ديال القانون الدولي، يعني السفراء والدبلوماسيين لا يخدعون للقانون، يعني كيخدعون المتابعة القانون الدولي. هناك أعراف، هناك تقاليد. هذا الشخص لو قال الكلام في الرباط أو في الدار البيضاء أو بجباله وزير الخارجية كانت انتفاضتنا ستكون. قال كلام في دير في اليهود داخل، هل كنا سندخل على الدير اليهودي؟ وأحيانا تكون كلمة، ولنفترض جدلا هذا غير افتراض من عندي، لنفترض أن هناك مخطط إسرائيلي لإشعال حرب بين المغرب، هل نسقط في هذا الفخ؟ لنفترض، لماذا كانت هناك روية؟ ماذا يعني أن يقول الملك محمد السادس؟ هذا ليس يا أخي الكريم، علينا أن نلتقط الإشارات، أن نكون يعني أذكياء في التقاط الإشارات. هل تعتبره غباء أم ترفا أم الملك محمد السادس يأمرنا ونحن الشعب؟ لماذا هذه العقدة ولا الإحساس بالنقص؟ طريقة النقاش وكأنكم تشعروننا بحرب الرمال، نحن شعب، نحن تاريخ. لماذا؟ الجزائر دولة قائمة الذات، خلينا أن نتخلص من هذه الطريقة النفسية في التحليل. هذا رئيس دولة كان يمكن أن إذا ناقشكم مشكلة، إذا لم يناقش ولماذا صمت. هذا ملك البلاد قدم إشارة، هو لو كان يعرف بأن الهلال، وأنا متأكد وعلى يقين تام، خذ مني هذه المعلومة، كنعرف بلادي، أنه فتح نقاش حول ذلك الكلام، فوجد أن الممثل الجزائري هو الذي قال الكلام، وبأن السي هلال فقط رد عنه. لو قال الملك يعتذر عن الخطأ، هو إقرار بالخطأ، هذا فخ. عندما الملك قال قمة الذكاء الدبلوماسي والسياسة الخارجية، قال الجزائر أمد يدي لها باعتبار المسؤول الأكبر في البلاد، وهذاك فيه تدويب حتى لا كانت شي فلتة. نفترض أنت تريد اعتذار رسمي علني، لماذا تسعى إلى حشري في الزاوية هكا وتخنقني؟ اعتذر وكأنني في مخفر شرطة، اعتذر، قل أعتذر. هناك طريق أخرى للتواصل. قال الملك أمد يدي، تلك رسالة راقية، يعني ليس بيناتنا أي شيء، والحب بيننا والسلام بيننا. لو كانت عندك يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، العلاقات ديال الدول مع الدول، وعلاقات الأحزاب مع الأحزاب، وعلاقات الحكومة مع، مثل علاقة الزوج وزوجته والأفراد وكل شيء. أي شخص عندما يريد أن يؤسس معك علاقة ويريد أن يتعايش معك لا ينتبه إلى أخطائك، ولكن الشخص الذي يريد أن يصل معك إلى القطيعة دائما يبحث عن مبرر للقطيعة مهما كان صغر ذلك المبرر. مثل علاقات مثل شخص يريد أن يقطع معك، لماذا لم تبارك لي العيد؟ لماذا لم تقدم لي التعزية في وفاة أختي أو عمتي؟ لماذا؟ هو فقط يريد، لأنه وهو أصل الحراك هو أنه يغار منك وأنه يكرهك، لا يريد التعايش معك. ولكن هل سيقول لك إنني أغار من لبستك ومن وظيفتك ومن مركزك الاجتماعي؟ لا، هو يقول لك لماذا لم تبارك لي العيد؟ ولماذا لم تأتي عندي يوم الأحد؟ هو يبحث عن مبرر أخلاقي لإقناع نفسه. هذا هو مشكل الجزائر، تريد القطيعة مع المغرب وتبحث عن أي قشة، تبحث عن أي شيء. هذا ملك المغرب يا سيدي، ملك المغرب له مكانة في النظام السياسي، مكانة خاصة، قدم الجزائر. إذن هذيك تذوب الجميع. لا عليك أن تعتذر، لا قل أعتذر وقل أنت توجه، أنت الذي تأمر، أنت الذي تريد أن توجه السياسة. يا أخي الناس ترقى، لا بغينا نتعايشوا ونقلبوا على مشاكلنا ومشاكل بلداننا ونخرجوا من الدائرة. أما هذا النقاش نحن والصراع مع المغرب، والمغرب تاريخي والمغرب عدو، والمغرب، مشكلة المغرب أنها تخاف، ومن حقها. المغرب، الجزائر عاشت الاحتلال لمدة أكثر من 160 عام، واحتلال
ديال العثمانيين فتعتقد بان ربما هناك وحدتها مستهدفه وهناك فيها تريد تفتيت الوحده لهذا تنظر لنا كعدو اقليمي. نحن لسنا اعداء للنظام الجزائري. انا اعرف النظام ديال بلادي. يا اخي الكريم، عليك ان تعرف بان وضعنا مشترك وهناك جهات لا تختزي الصراع في بيننا وبينكم. هل فرنسا ليست لها اطماع؟ روسيا ليست لها اطماع في المحيط الاطلسي؟ امريكا ليست لها اطماع يا سيدي؟ لماذا يا اخي هناك اطراف علينا ان نكون اذكياء، واذا كان خلاف ان نتواصل، وانت صحفي وانا صحفي، ان ننشر الحب وندوب الخلافات، وعلينا ان نقرب وجهات النظر ونفكر في ائتلافات ونسعى الى الخير. هل تعتقد باننا لسنا مستهدفون في عروبتنا وامازيغنا وارضنا وتاريخنا لن العدو ليس اسرائيل فقط يا سيدي. فرنسا ليست عدو ليست عدو كريه. وماذا تفعل فرنسا في الجزائر بلغتها وادارتها على كل وابنائها؟ حال استاذي اخي الكريم، ذكرتني نقطة مهمة الأخ حميد بالنسبة لفرنسا في موضوع الجزائر، في موضوع اللغة تحديدا. هذا أمر يهمنا نحن جميعا أبناء المغرب العربي الكبير. صحيح. يعني نحن في تونس الآن، معلومة هذه ضروري أقولها في البرنامج، نحن الآن في تونس عندما يدخل التلميذ السنة الثالثة ابتدائي، أول السنة الثالثة بعد دخوله المدرسة، والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي. الآن بعد 10 سنوات من ثورة 17 ديسمبر يتعلم 8 ساعات في الأسبوع، 8 ساعات في الأسبوع للغة الفرنسية، و6 ساعات فقط للغة العربية. يعني اللغة الفرنسية تدرس في الأسبوع 8 ساعات أكثر من اللغة العربية اللي هي اللغة الرسمية للجمهورية التونسية حسب المادة الأولى في الدستور. السنة الماضية أنا عملت حملة ولا اللي قبلها في المستقلة، هاجمت حكومة العثماني لما نواب الحزب متاعه أيدوا فرنسة التعليم في المغرب، إعادة مجموعة من المواد التي كانت تدرس بالعربية إلى الفرنسية. وقلت لهم، نقلت لهم كلام مغاربة مثقفين مغاربة، قالوا لهم هذه خيانة، هذه خيانة، خيانة للهوية المغربية، خيانة لمبادئ حزبهم. أنا وقتها قلت لهم الاستقالة من أجل هذا الموضوع أشرف لكم من البقاء في الحكم والتصويت على هذا القرار. وكان في جمعية في المغرب للدفاع عن اللغة العربية فيها نسيت أسمائهم، لكن أنا كنت أقرأ من بيانات أصدروها تشرف كل إنسان. يعني أنه فنحن عندنا في الجزائر وتونس الآن في تونس المحلات مشاهدي الأعزاء، كثير من المحلات ما عاد تحتاج حتى تكتب الترجمة لاسم المحل من الفرنسية إلى العربية، يحطوا الاسم فقط بالفرنسية. فنحن دول تونس والجزائر والمغرب فيما يخص معناها إلى الحد الآن انبهارنا باللغة الفرنسية والمكانة العظيمة التي نعطيها للغة الفرنسية في بلداننا وتقديمها على اللغة العربية. يعني مشكل حقيقة محرج لنا جميعا. كيف يعني كلنا نرضى؟ كيف يعني مثلا أنا الآن محتار كيف أن التوانسة حركة النهضة الأصولية كما يقال الإسلامية والأحزاب القومية، حركة الشعب المؤيدة الآن لقيس سعيد، وقيس سعيد الذي يتكلم باللغة العربية، كيفاش قيس سعيد عنده عامين رئيس جمهورية لم يقدم مبادرة تشريعية لموضوع مثلا تصحيح الوضع في اللغة العربية أن تكون هي اللغة التي الأولى في التدريس في المدارس بتاع الجمهورية التونسية اللي دينها الإسلام ولغتها العربية. فهذه مشكلة إذا فتحناها وتوسعنا فيها، مشكلة وضعية اللغة العربية مشكلة مؤلمة، ومفروض يكون جرح في ضمير كل تونسي وجزائري ومغربي. لكن أنا عندي الآن السؤال الأخير في الحلقة، بما أن النقاش أنا ما طرحتش حتى سؤال في الواقع، يعني أعطيتك الكلمة كل واحد يتكلم والثاني يرد عليه. مصطفى هو اللي ادى الحلقة كاملة. لا مش صحيح، لا كلكم خذيتوا نفس الوقت. شوف في الإعادة. لكن نحب نقرأ لكم هذا النشيد الذي نظمه الشاعر الجزائري محمد الأخضر السايحي، ولحنه سمير العقربي من تونس، أنا ما نعرفش اللحن بتاعه،
سمعتوش قبل، لكن هو نشيد اتحاد المغرب العربي. في 89 في مراكش تم إنشاء اتحاد المغرب العربي، مقره في الأمانة العامة، مقرها في الرباط، ومجلس الشورى المغاربي مقره في الجزائر، والمصرف المغاربي مقره في تونس، والجامعة المغاربية مقرها في ليبيا، وأظن مؤسسة أخرى للتنمية مقرها في موريتانيا. إذا كان ثم تأسيسه بين رؤساء، بين قادة موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا. النشيد هو سمعكم نشيد الاتحاد: حلم جدي، حلم أمي وأبي، حلم من ماتوا، وحلم الحقب، فانشروا رايته خفاقة، وارفعوها فوق هام السحب، واهتفوا يحيى اتحاد المغرب. عقبة الفهري وحسان العظيم أسس الوحدة من عهد قديم، وحد الأنساب في تاريخنا بلسان العرب والدين القويم، فإذا نحن لأم وأبي نضع الأيدي على الأيدي ونسير، جمع الأوطان ماض ومصير، ومرام واحد نطلبه، هو هذا المغرب الحر الكبير، مغرب نسبته للعرب، فاحرصوا العزة فيه والإباء، واجعلوا القوة فيه مطلبا، وازرعوا الإخلاص في كل القلوب، ليس كالإخلاص يعلي الرتب، وهو سر النصر سر الغلب، بالتلاقي والتآخي والوئام، نبتغي للمغرب الحر السلام، ونصون الحب في أبنائنا لبلاد حققت هذا المرام، شيدت وحدة هذا المغرب. هذا نشيد اتحاد المغرب العربي لما قادة موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا اجتمعوا في مراكش عام 1989 وأعلنوا تأسيس اتحاد المغرب العربي. إذن وقتها كانت موضوع الصحراء هذا كان موجود، الخلاف بين الجزائر والمغرب حول الصحراء كان موجود، ولما أنشئ اتحاد المغرب العربي الأخ حميد والأخ مصطفى، الخلاف بين المغرب والجزائر على الصحراء كان موجود، حرب الرمال كانت فاتت، الخلاف على الأمير عبد القادر كان فات. كيف إذن استطاع وقتها الملك الحسن الثاني والشاذلي بن جديد وزين العابدين بن علي ومعمر القذافي والرئيس الموريتاني وقتها أظنه معاوية ولد الطايع، مش متأكد أنه الرئيس الموريتاني وقتها اللي كان معهم، كيف استطاعوا إذن أن يتعالوا على كل هذه الخلافات في التاريخ والمرارات ويعلنوا اتحاد المغرب العربي، ويضعوا له في بيانه وفي معاهدة الإنشاء أهدافا هي أهداف كل مغاربي، هي فعلا أهداف يتبناها اليوم كل تونسي وكل ليبي وكل جزائري وكل مغربي وكل موريتاني، عربي ولا أمازيغي. كيف؟ ألا يمكننا نحن الآن نشطاء هذا الجيل أن نحيي تلك الروح وتلك المعاني، أن نتغلب بها على الصعوبات وعلى التاريخ نفسه، وأن نبني بها يعني علاقة قوية؟ ألا يمكن للتونسي أن يركب القطار من تونس إلى الجزائر، وهران، طنجة، الرباط، الدار البيضاء، ينزل نواكشوط ويشتغل ونطبق شعار دعه يعمل دعه يمر؟ أليس عيبا أن المغربي والجزائري والتونسي يسافروا إلى نيس في فرنسا ويركبون السيارة ويجولون بها كل أوروبا بدون جواز سفر، فقط في الدخول لنيس يطبعوا لهم دخول، لكن يتعدى لألمانيا، يتعدى لإيطاليا، يتعدى لإسبانيا، يتعدى
سويسرا داخلة معاهم في شنغن بدون ما يحتاج تأشيرة، ونحن في بلداننا الآن العقد والمشاكل. أليس هناك يعني معناها ضوء ما في هذا النفق الحالي متاع قصر النظر والخلافات والمشاكل؟ نحن الآن عندنا تقريبا ساعة و25 دقيقة ولا ساعة و20 دقيقة. أنا أريد أن أنهي الحلقة لو تكرمتما على هذا السؤال. أريد أن أدعوكما الاثنين لطفا يعني أن تفكروا فيه. كيف رغم التاريخ اللي تحدثتم فيه عملنا اتحاد المغرب العربي ووقعنا على المعاهدة، خلينا نقول وقعنا ضمير المغاربة ككل، لماذا لا نستطيع أن نستحضر تلك الروح اليوم؟ أنا عارف أنه في مشاكل، ده احنا في تونس عندنا مشكلة على شرعية الحكم، وفي ليبيا في فوضى وفي انتخابات، لكن على الأقل يعني نحيي الفكرة على المستوى الثقافي، على المستوى المعنوي، على مستوى الأمل، على مستوى الأحزاب، على مستوى هيئات المجتمع المدني، على مستوى الكتاب، على مستوى الصحفيين. أرجوكما بعد شكركما الاثنين على الحضور في حلقة اليوم أن تفكر في هذا الأمر، على أملي أمام السادة المشاهدين أن نتصل بكما نحدد موعد لاحق قريب ويكون النقاش حول هذه الفكرة. رغم كل ما مشاكل التاريخ كان بيننا معاهدة وما زال الاتحاد. أصلا الآن في واحد تونسي اسمه الطيب البكوش هو الأمين عام لاتحاد المغرب العربي ساكن في الرباط، لكن الاتحاد ما يفعل حتى شيء الآن، والخلافات قاعدة تزداد. فما الذي يمكننا فعله؟ هذا نخليه سؤال مفتوح، بأمل أننا إن شاء الله الأسبوع الجاي أو نهاية الأسبوع هذا أو بداية الأسبوع الجاي نعمل حلقة ثانية وأتشرف باستضافتكما لها، وننطلق من هذا السؤال ونبحث في الموضوع. لعل نقاشكم أنتم الاثنين يقدم أفكار للمجتمع المغاربي عامة وللنخب الحاكمة وللأحزاب وللسياسيين. شكرا جزيلا لكم على الحضور والمشاركة اليوم، وشكرا للسادة المشاهدين في المغرب وموريتانيا وتونس وليبيا والجزائر وبقية البلدان العربية على متابعة هذا النقاش الصريح المحزن أحيانا، لأنه يتحدث عن كثير من معطيات تفرق بين بلدين عزيزين غاليين. أنا أتخيل نقول الجزائر والمغرب لما يكونوا مع بعضهم يكونوا قوة يعني إقليمية دولية ممكن حتى. معناها نحاول، يجب أن لا نيأس، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا الحوار قريبا، إما نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. حتى ذلك الحين مشاهدي الأعزاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.